بأن المؤامرة بدأت أساسا بالحرب العراقية الإيرانية، عملية إلهاء للعراق، وحتى من طرف آخر عملية إلهاء لجانب من قدرات إيران الخيرة، لإظهار الجانب اللي يوصل الأمور إلى المهاول الخطيرة. ويقينا بأن الذي كان يغذي هذا هي نفس أطراف التحالف الآن التي تقف بالخط المضاد، سواء كان العربية منها أو التي تسمى عربية منها أو الأجنبية، وبالذات إطالة الحرب. وكنا نعرف هذا تماما. وكان يتخلل هذا المسار نوع من التعرجات التي تفرضها متغيرات ظرفية فرعية، فيقف هذا الطرف وكما يبدو وكأنه يريد إنهاء الحرب، ويستمر ذلك الطرف الآخر عند رغبته في أن تستمر الحرب. كل ذلك يدخل ضمن تكتيكات ظرفية فيما يتعلق بإظهار الرغبة لإنهاء الحرب. أما الخط العام لهذه الأطراف نفسها التي تتحالف اليوم، سواء التي منها من التي تحمل جنسية عربية أو التي تحمل جنسية أجنبية، كانت كلها تعمل، ونحن نعرف بأنها تعمل على استمرار الحرب بين العراق وإيران. ثم بدأت المؤامرة تعبر عن نفسها بشكل صارخ من غير أغطية، تداري الخجل الظهوري مرحليا أو محليا، فأسفرت عن كل بشاعتها في العام 90. وفي آذار من عام 90 انقطع عن العراقيين الخبز المستورد من أمريكا قبل أحداث الخليج. حيث ألغيت الصفقات للحنطة وكل ما يتعلق بالغذاء. ثم برزت الدعوة الأمريكية على نطاق واسع في كل أوروبا واليابان في مقاطعة العراق اقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا وإلى آخره، واتخذت سلسلة من الإجراءات، بعضها كانت تأخذ من عام 89. السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ، ثم استمرت الأمور وفي القرار. هذا هو السبب الربط الذي قلنا، لأن الربط واقعي. التآمر حصل علينا لأنه احنا نرفع شعار فلسطين، نرفع شعار العز لكل أبناء الأمة، نرفع شعار الأمن لكل أبناء الأمة، وحق تقرير المصير لكل أبناء الأمة. ليس فقط الفلسطينيين بحاجة إلى حق تقرير المصير، نحن في العراق بحاجة إلى حق تقرير المصير. لا أحد معترف بأن الأمة تقرر مصيرها بنفسها، الكبار لا يعترفون بهذا، هذا هو الدليل. لماذا يأتون بأساطيلهم ليوجهوا أكبر إهانة وأكبر طعنة إلى أرض مقدسات المسلمين؟ لماذا؟ أليس دليلا على أنه هؤلاء الكبار اللي إن شاء الله يستصغرهم، وتشوفون شلون يتبهذلوا إذا ما حاولوا أن يمدوا إيديهم على أرض الإيمان